إن لكل إنسان 6 سجون يمر بها سجن ورا سجن ورا سجن ورا سجن، فإذا نجح في الاختبارات في هذه السجون أعطي إطلاق السراح في جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا ما نجح انتقل إلى السجن المؤبد في جهنم والعياذ بالله. السجن الأول صلب أبيك. كم جلس في صلب أبوك؟ في ظهر أبوك مسجون، يخرج من بين الصلب، هذا خروجك من السجن الأول. إلى السجن الثاني رحم أمك، ورحم أمك تمر فيه بعدة مراحل، كل مرحلة سجن. نطفة، علقة، مضغة إلى آخره، ثم تخرج، ثم السبيل يسره فييسر الله لك سبيل الخروج من بطن أمك، تخرج للدنيا، تخرج إلى سجن آخر. فإذا خرجت إلى الدنيا تسجن أولا في المهد. لو رأيتم الطفل مربط مسكين، أول ما يدينه ورجوله الكل مربط، تربيط، سجن، ما في شيء يتحرك إلا فكه، المهد. ثم يكبر فيسجن في المدرسة، روحه وجاي روحه وجاي. خرج من المدرسة سجن في الوظيفة، من الوظيفة إلى بيت الزوجية سجن مع المرأة. وين رايح؟ وين جاي؟ هو دوام رسمي، وش فيك تأخرت؟ خرج من الدنيا إلى سجن القبر. لكن القبر أول منازل الآخرة. بالنسبة للمؤمن لا يعد سجنا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم يفسح له في قبره مد بصره، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين.